طبعا الزملكاوي هو الوحيد اللي من حقه ان هو ينتقد التحكيم. بيقعد كده الماتش الاهلي كده على السقطه واللقطه عشان يقول لك بص بص، والبيتجات بقى تولع اديله. شوف الاهلي اهو، الاهلي جايب حكام اجانب في ماتش بيراميدز وبتعادل. النهارده الزمالك كسبان حرس الحدود بضربه جزاء مشكوك في صحتها، يعني ضربه الجزاء دي مشكوك في صحتها، تمام. بعيدا عن ان المسافه اصلا بين اللاعب بتاع الزمالك ولاعب الحرس اصلا كانت مسافه قريبه جدا، والكره خبطت في ايد اللاعب واللاعب كان واقع على الارض وايده ممدوده وبتاع، واصلا في كادر تاني مبين ان الصوره خبطت في رجل اللاعب وبعدين جت في ايده. ما علينا، الزمالك كسبان الحرس 1-0 بضربه جزاء، ويفضل الحرس ماسك كوره الشوط على قد ما الحكم حاول يعمل كل حاجه عشان يحجم لعيبه الحرس. فاولات ما بيحسبهاش، كروت صفراء لعيبه الزمالك ما بيدوهمش، كروت صفراء لعيبه الحرس اداهم كتير جدا كروت صفراء في اول الماتش. في اول الماتش كارتين صفر تقريبا في اول ربع ساعه للعيبه الحرس. دي على فكره حاجات كده ايه تعدي عليك، بس دي بتبقى مقصوده، دي بتبقى مقصوده، حركه الكروت الصفراء دي بتبقى مقصوده قوي على فكره. ما علينا يعني. مشجع الزمالكاوي اللي بيبقى قاعد في ماتش الزمالك ده للاهلي ده على السقطه واللقطه، زي لقطه اشرف داري امبارح طلع كله يقول لك ايه، شوفوا اشرف داري ما اعرفش ايه، ده المفروض فيها طرد. طيب وايه الدنيا النهارده؟ الاهلي لحد اخر الماتش كنا 1-0 تقريبا مغلوبين، لولا ستر ربنا ولولا كوره جت لاحمد رضا كده وربنا كرم وجبنا التعادل. طب بلاش دي، اظن فاول واضح مش اللي بيفهم كوره بقى. لا، لو جبت عيل صغير لسه بيلبس بامبرز من الشارع، مش حكم واقف في الماتش. لو جبت عيل ده في حكم وفي غرفه فار، ده في حكم في الملعب وفي غرفه فار. غرفه فار موجوده وشغاله لانها رجعت الكره بتاعت ضربه الجزاء بتاعت الزمالك، ما رجعتش حاجه تاني، رجعت ضربه الجزاء دي بس، تمام. فما رجعتش دي، والكره ردت راحت بهجمه مرتده اللي ناصر منسي سجل منها الجون التاني، والحكم ما فكرش يروح يبص على الكوره ولا غرفه الفار حتى استدعته، مع ان الحكم كان واقف قريب قوي من الكوره دي. الحكم كان واقف قريب قوي من الكوره دي، قريب قوي يعني شايفها وباصص عليها. ايه رايك بقى في التحكيم؟ عشان تعرفوا ان انتوا ما عندكوش مبدأ. انت مشجع ما عندكش مبدأ، ما عندكش حاجه اسمها يعني التحكيم المصري حلو ولا وحش بمزاجي. يعني هو النهارده حلو، طب الماتش الجاي ممكن يبقى وحش. الماتش الجاي ممكن لو مش معايا هيبقى وحش، لو معايا يبقى حلو. انت مشجع ما عندكش مدلس، هتفضل هتعيش وتموت مدلس، عايش تحت بند المظلوميه والحكام. فاشل، بتعلق شماعتك على اي حاجه. فاشل، انت بتشجع فريق فاشل ما بيلاقيش حجج يعلق عليها فشله غير حجه التحكيم. لولا الاهلي اللي بيقعد يقاوح ويكافح في وسط منظومه فاسده ما كانش قدر يوصل للي هو فيه ده كله. انت بتتساعد على فكره وبتتجمل كتير قوي، بتتساعد وبتتجمل كتير قوي، بس على ابيض في الاخر مفيش. تروح افريقيا او كونفدراليه او بتاع بتتفضح، تخرج بفضيحه زي الماتش بتاع ربع النهائي اللي فات، او مثلا لما بتروح دوري الابطال فبتخرج حصلت مجموعتك بتتفضح هناك. لكن في مصر متداري شويه. ما قلتليش بقى ايه رايك في التحكيم النهارده؟ كان حلو؟ تدي محمد معروف كام من 10 النهارده؟ عرفت بقى ان الاهلي كان عنده حق انه ما يرضيش يلعب الماتش بحكام مصريين. ده هيتقدم في ده هيتقدم في الشكوى بتاعت الاهلي. اقسم لك بالله والله العظيم ده اللي حصل النهارده ده لسه هنقدمه عشان نطلب ان ماتش الاهلي والزمالك ده يتعاد، عشان الاهلي كان عنده حق ان في التدليس ده وفي الظلم ده الاهلي ما يلعبش الماتش بحكام مصريين ابدا. بعيدا ان انا هقول لك مثلا ممكن ما يتحسبش عليك حاجه، او ممكن الحكم بمزاجه يدي كارت اصفر للاعب بمزاجه في كره ما تستاهلش انها فيها كارت اصفر، يبدا ينزل يحجمك من اول الماتش، يخرج لعيبتك بره الماتش. دي حاجات بتحصل من الحكام الفاسده اللي عندنا، اصل احنا عندنا حكام فاسده. ففعلا الخطيب كان عنده حق ان هو ما يرضيش يلعب ماتش الاهلي والزمالك بحكام مصريين. يا جماعه قال الحكام الاجانب ممكن يكون لهم غلطات بس مش كده، يعني في حاجات تعدي، في حاجات يا جماعه لا متشافه، في فار بيراجع، في
في جون اتسجل هناك، في جون كان ممكن الماتش بدل ما يخلص 3 نقط كان ممكن الحرس يتراجع، يعني الحرس يتعادل ويبقى الماتش 1-1. كان ممكن يتعادل والماتش يبقى 1-1 في كرة زي دي، في فاول زي ده، فاول زي ده الحرس كان ممكن الكرة ثابته يجي منها جون التعادل، تبقى بدل ما انت 3 نقط يبقى انا نقطه وانت نقطه. لسه بتقول الكابتن محمود الخطيب ما كانش، لا كان عنده حق ان الماتش ده ما يتلعبش بحكام مصريين. من اللي احنا بنشوفه من التحكيم المصري السنه دي يا جماعه غير طبيعي بجد، يعني فجر تحكيمي علني وصريح. ده انا بقول لك في حاجات تعدي، يعني ممكن واحد يجي يقول لي ده كذا كذا، اقول لك يا عم يعني في حاجات لكن كده دي امام مرأة ومسمع من الحكم ما يحسبهاش فاول، وتروح ترد بجون تاني للزمالك، والحكم يوقف يراجع الفار ما يرجعوش ويحسب جون صحيح. عجبت لك يا زماني. اظن دلوقتي يا زمالك التحكيم جميل، اتفرج عليك بقى الماتش الجاي وانت بتتفرج. نسيت ان احنا الماتش الجاي هنلعب في نصف نهائي دوري الابطال، وانت خرجت يا عيني من فريق دوا الكحه اللي انت كنت بتلعبه ده. يلا معلش ان شاء الله نعدي ماتش صن داونز ونرجع نلعب تاني في الدوري، وابقى اقعد بقى تصيد لي الاخطاء كده، جيلك عين بس وتعالى كلمني عن التحكيم تاني وشوف انا هعمل فيك ايه، هننفخ.